السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا جماعة واحنا مش هنخلص من الحوارات دي والكلام اللي مش هيقدم ولا يأخر. وبعدين يا كابتن رضا عبد العال نعمل ايه يعني علشان حضرتك ترتاح؟ نادي الزمالك البطولة الوحيدة اللي هي اصلا ملهاش معنى وهي الكونفدرالية خدها بعد 22 سنة وخدها بظلم تحكيمي، والكرة عدت وكانت واضحة جدا، عدت خط المرمى من جنش وكانت واضحة جدا، هدف مازيمبي صحيح والكرة مش لمسة يد، وظلمت الراجل اللي هو اصلا ما كانش بيخرج لقاء الاهلي ومازيمبي المخرج محمد نصر. انا بقول ولسه بقول انتوا هتفضلوا في نظرية المؤامرات وغيركم ناجح وماشي على الطريق الصحيح، وانتوا هتفضلوا محلك سر. الغريب في الموضوع انكم اكتر فريق في العالم تقريبا بيتحسب له ضربات جزاء. اسمعوا بقى الكلام اللي كتبه محمد نصر لرضا عبد العال. محمد نصر مخرج المباريات بيوجه رسالة لرضا عبد العال نجم الاهلي والزمالك السابق بعد الاتهامات اللي توجهت له بالنسبه للقاء مازيمبي والاهلي والهدف اللي اتلغى بالنسبه لمازيمبي في المباراه اللي فاتت. وكتب محمد نصر منشور عبر صفحته الخاصه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: اولا مبروك لنادي الزمالك التاهل للنهائي وعقبال البطوله، وكمان مبروك للنادي الاهلي بطل كاس الكره الطائره، ويستمر الاهلي ملوك الصالات بجداره. قال لك ثانيا وده الاهم: كابتن رضا عبد العال هو انت بتزوم عليا ليه وانت عارف اني مش مخرج ماتش الاهلي؟ ثالثا هو انت تعرف ايه عن الفار ولا هو اي هجص بيتقال وخلاص؟ وناس كتير زامت عليا وظلمتني لمجرد ان اسم محمد نصر اللي بيكسب الاهلي البطولات، وكأن مفيش لعيبه ولا مدير فني ولا اداره ولا جمهور. رابعا كل الناس بما فيهم انت لازم يعرفوا ان الفار هو المتحكم في المخرج مش العكس، لأنه كل الكاميرات اللي عندي هي نفسها عند الفار وبيراجعها كلها ويستدعي الحكم ويدي قرار. خامسا ممنوع منعا باتا ان بعد قرار الفار انك تعيد اي اعادة غير اللي راجعها الفار فقط. سادسا علشان لعبة ندفد وناصر اللي ممكن توصل لطرد مباشر ممنوع اعادة اي لعبة لم يتخذ الحكم او الفار فيها قرار، وده من لجنة الحكام علشان الجمهور ما يثورش على الحكم، وده كلامهم. واعتقد لازم اللجنة تراجع نفسها في التعليمات دي، لان لازم يكون في اعادة علشان تزيل اي شك ومحدش يظلم المخرج. سابعا قال محمد نصر: انا مش ساحر وهوقف الكرة على ايد اللاعب او اجيب زاوية معينة تلغي هدف او ضربة جزاء او العب بالكاميرات جلا جلا، ده كلام مش صح. واخيرا قال محمد نصر: مش عيب ان الانسان يغلط ويعتذر زي ما انا عملت مع جمهور الزمالك، رغم ان الفار وتعليماته هو الاساس مش المخرج. وممكن اقول تصريح في لحظة انفعال من شخص مستفز، وده حصل واستغفرت ربنا عليه وحجيت وربنا يسامحني، لان شغلنا للجمهور مش لنفسنا، مفيش انتماء فيه. وده الأهم مع مراعاة ضميرك ومراعاة المولى عز وجل وعدم ظلم أي فريق كبير أو صغير، لأن العمر قصير. دي فرصة أشرح للناس ويفهموا قصة الفار، مع إن لجنة الحكام كابتن وجيه وكابتن فاروق المفروض تطلع ببيان تقول للناس تعليماتها إيه للمخرجين ويشرحوا دور الفار ودور المخرج علشان الناس ترتاح ويبقى الاحترام بينا هو الاساس. ده الكلام اللي قاله محمد نصر المخرج لمين؟ لكابتن رضا عبد العال. كابتن رضا عبد العال من يوم مباراة مازيمبي وهو ماسك كل الناس سلخ وكأن حصلت فاجعة كبرى. يا جماعة كرة القدم فيها غلطات، وكلنا شفنا النادي الاهلي اتظلم قد ايه في البطولات. مارادونا نفسه خد كاس العالم بكورة لعبها بايده، لكن الغلطات جزء من اللعبة، ولكن الكرة واضحة وضوح الشمس، وطبعا ما فيش حد اعترض. حتى لاعيبة مازيمبي انا شايف انها ما اعترضتش على اللعبة خالص، لان الكرة واضحة وفيه فار، والحمد لله ان فيه فار. لو الفار اتوجد من سنين كتير الاهلي ما كانش ساب بطولة لاي فريق في القارة. فاحنا لازم نحترم مشاعر بعض. انت عمال تقول كلام ملهوش اي اساس من الصحة، واللي حصل حصل والمباراة خلصت والاهلي في النهائي. كلامك لا هيقدم ولا هيأخر، كلامك مش هيغير اي حاجة، كلامك خلاص الموضوع انتهى. طبعا نادي الاهلي
في ملاقاة الترجي في النهائي، وانت براحتك، الموضوع خلص. النهائي بين الاهلي وبين الترجي. طبعا انت عمال تتكلم وما اتكلمتش على حته مصطفى شلبي واللي عمله مصطفى شلبي. انت ما اتكلمتش على كرة الكونفدرالية اللي خدتوا بيها الكونفدرالية، او الزمالك خد بيها الكونفدرالية. زائد ان انت يا كابتن رضا واخد اكتر بطولات مع النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي ده اللي عملك، النادي الاهلي ده هو اللي عملك يا كابتن رضا عبد العال. زائد ان كمان انت بتطلع تقول اي كلام، معلش مع احترامي ليك، انت بتطلع تقول اي كلام. ليه؟ المباراة اللي فاتت، انا الحاجة دي انا بقولها كده انا من وجهة نظر يعني، وانا كنت بلعب في المكان ده وعارف وعارف الدنيا. اتفرجت على المباراة، مباراة الزمالك ودريمز الغاني، حسام عبد المجيد ما جاش. حسام عبد المجيد حرفيا ما لعبش كرة في المباراة دي بالذات. كل مباراة بيبقى نجم، المباراة دي حرفيا حسام عبد المجيد وكل زملكاوي شاف المباراة يجي ويقول لي الكلام ده. هل حسام عبد المجيد لعب كرة في المباراة دي؟ يجي ويقول لي حسام عبد المجيد لعب كرة؟ هقول له لا، حسام عبد المجيد اقل لاعب ياخد تقييم من اي حد، اقل لاعب ياخد تقييم من اي حد، وخصوصا في المباراة دي. تمام؟ علشان اعرفك ان انت بتقول اي كلام، حضرتك مدي لحسام عبد المجيد في المباراة دي 8/10. مدي لحسام عبد المجيد تقييمك 8/10، يعني مش 5 ولا 4 ولا 6 حتى، لا ده انت مديله 8/10. يعني انت بتساويه مثلا بلاعب مثلا زي عمر جابر. يعني انت بتساويه بلاعب زي المسلوسي. انت مدي المسلوسي 8، رغم ان المسلوسي عمل اللي محدش عمله في المباراة دي. لعب مباراة وهو اللي احرز الهدف الاول، وكان الهدف الاول نقطة تحول بالنسبة لنادي الزمالك.